مساء الفل، ازيكم؟ بحب ادردش معاكم كده واطلع الطاقه وازنق نفسي ان انا بحط حاجات معينه تحت الضوء عشان بعد كده ارجع اتفرج عليها. لا، ما تستهبلش تمشي في سكه معينه. ثلاث حاجات اساسها الاستغناء، ودايما بنقول الاستغناء في قمه الاحتياج، والاستغناء بالله سبحانه وتعالى. حصل ثلاث مواقف النهارده ورا بعض. الحته الاولانيه شغل كنا عملناه عن طريق جهه عالميه، مؤسسه استشاريه عالميه مع حكومه احدى الدول العربيه. الحكومه دي يعني لسه الجهه دي بتحاول تاخد منهم شغل تاني وكلام من ده. كلموني بشكل مباشر من اسبوعين كده عايزينك تشتغل معانا مباشره، قلت لهم لا شكرا يعني. امبارح بعتوا لي تاني انفورمال، يعني بره السيستم الرسمي، بعتوا لي اللي انت عايزه بقى وتيجي تشتغل معانا، ايه رايك بقى؟ وانا بكل بساطه بدون تفكير اطلاقا رديت عليهم في نفس اللحظه شكرا جزيلا، معلش انا ملتزم مع الجهه التانيه دي، لو ما اشتغلتوش معاهم خالص والموضوع باظ وهم بلغوني ان هم مش انترست في الشغل معاكم هبقى اتكلم معاكم بكل بساطه. ده مش رزقي، مش هعمل لعبه قذره زي كده ابدا، من اخلاقي يعني. نمره اتنين، حد ابن حلال جدا 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 كده فاتح معانا اليومين دول بيحاول يفتح شغل وفي بلد عربي، واحنا في امس الاحتياج للكلام ده، محتاجين اي حاجه نغطي التزامات وحاجات كتيره جدا. بس لقيت الناس في التعامل سنه كده taking me for granted، اللي هو معلش وهتيجي وهتعمل وورينا، كانه بيختبرني وانا عندي خبره يعلم بيها ربنا كبيره جدا. وكمان اللي هو يعني بيقول لي وهنتكلم في الفلوس، دول على فكره أنا ممكن اعمل حاجه من غير فلوس تمام، بس اهم حاجه التقدير والاحترام. فانا مش لاعب اللعبه دي. ناس قلقوا جدا، طب انت بتقفل على نفسك باب والتاني والتالت وكلام من ده. والله ما تفرق خالص، استغناء في قمه الاحتياج بالله سبحانه وتعالى. عشان عندي حته مهمه جدا اسمها عزه النفس والبرستيج بتاعك، اللي هو مبني على عمل وخبره بجد مش استعراض، يعني على ابو الفلوس لو هتيجي ايه والناس مش مقدراك، مش هلعب اللعبه دي خالص. تالت حاجه بقى، في نفس الوقت احنا اطلقنا حاجه الايام اللي فاتت ربي عالم بنعملها زكاه علم، بس عايزين نغطي مصروفاتنا فيها على الاقل، ولسه في اول مراحل خالص. ولقينا الناس اللي ماسكه المشروع ده بيكلموني يقولوا لي في حد بعت بنوته لذيذه صغنونه كده وبتقول على فكره انا معيش الفلوس اللي انتوا عايزينها، والفلوس دي معموله بتخفيض جامد جدا وكلام من ده. معيش فلوس فاعمل ايه؟ بس بلغوا دكتور خالد بس. قلت لهم يا جماعه تاخدها من غير ولا مليم خالص. في لحظه قالوا لي، رجعوا قالوا لي لا هي لما قلنا لها كده كسب دي، لا انا لازم ادفع. عجبني اصرارها وكلام من ده، بس هدفع المبلغ الصغير اللي معايا، توكلي على الله واعمليها. فلوس مش كل حاجه بجد، الفلوس مش كل حاجه. هتستغنى عن كل حاجه بالله سبحانه وتعالى، هتستغنى. ربنا كاتب لك الرزق، كاتبه لك الرزق، كاتب لك الرزق بالزمان والمكان والكميه والكيفيه وكل حاجه. انت بتختار حاجتين بس من وجهه نظري متواضعه، تختار تاخده بالحلال ولا الحرام، وتختار تاخده بعزه نفس وكرامه ولا بامتهان واذلال لنفسك. وانت عمرك ما هتعمل حاجه زي كده. قيمتك انت عارفها كويس، دايما هتسعى عشان قيمتك تفضل كويسه، وتشتغل جامد جدا تثبت نفسك في كل مكان، بس مش هتهين نفسك ابدا. ولو قدرت تساعد اي حد عشان انت كنت في يوم من الايام محتاج زيه هتعملها ان شاء الله. مساء الفل وجمال، بفكر نفسي وافكركم، خدوا بالكم من نفسكم، ما تكلموش حد غريب، ليله حلوه ان شاء الله.